الطبيعي ان انا اروح السوبر ماركت اطلب ربع كيلو جبنه رومي، لكن اللي مش طبيعي ان انا اروح السوبر ماركت اجيب قالب جبنه رومي واقطعه في البيت. فالنهارده نعمل مقارنه احسن جبنه رومي بين المجهول والمعلوم، لان في فرق سعر جامد، وده كان بناء عن ترشيحاتكم. فقولوا لي الفيديو الجاي يبقى ايه، لان اي حاجه انا هعملها لكم اطلب وهتلاقي. فيلا بينا اقول لك مين يستاهل فلوسك، لان دي غاليه شويه، فهنشوف هتستاهل ولا ما تستاهلش. معاكم حسام حسن، يلا بينا. الكيلو من الشركه دي ب 500 جنيه. القالب اللي قدامكم ده 600 جرام ب 316 جنيه. الكيلو من الجبنه المجهوله اللي احنا ما نعرفش مصدرها 329 جنيه، يعني يعتبر النص. مع العلم ان دي ليها تاريخ انتاج، ليها تاريخ صلاحيه، ليها باركود، ليها كل حاجه متغلفه. فيلا بينا. اهي جبنه عادي متقطعه متنضفه، الحروف بتتنضف. بس انا عايز اقول لك حاجه، ان انت الجبنه ما بتروح تشتريها بتتوزن، بعد كده بيشيلك وبينضفها لك. فانت كل التنظيف اللي انت رميته ده انت دافع ثمنه. فهنقول بسم الله وندوق، ودي اجمل لحظه انا بحبها. جبنه رومي، جبنه رومي. بطارخ دي بتبقى حادقه شويه عن العاديه، تمام، يعني اتعتقت اكتر. انا بقى نشوف ده القالب الجميل ده اللي فيه فلفل اسود من تحت ده. انا لو قلبت الناحيه التانيه هتعرفوا اسم المكان، يعني هي شركه كبيره او مصنع كبير، انا مش هينفع اقول اسمه. يلا بسم الله. والله شكل القالب جامد جدا. عايز اقول لك حاجه، اطلع لي فوق. شكلها مغري جدا. بص لون دي وبص لون دي، في فرق. دي قديمه شويه. فهنقطع، جاهز يا مصور، وهنشم الريحه، لان ريحه الجبنه الرومي لوحدها يعني بتعمل قلق. فنقول بسم الله. ركز يا مصور. اوبا. ده هي. قرب بقى كده يا مصور، خدني بقى وانا بقطع واحده واحده كده، شغال في محل جبن. قرب. اوبا اوبا. تعالى بقى نشيل الاحراف دي يا مصور كده، ننضف. هنشم دي وهنشم دي. هي دي ريحتها اقوى عشان متعتقه اكتر، عشان بطارخ، ففي فرق. بس انا دي عجباني عامه. عجبتني دي. قولوا لي تروحوا للمجهول ولا للمعلوم؟ يعني انا بالنسبه لي تمام، دي انا اعتمدتها. المعلوم فكره ان تاريخ انتاج، تاريخ انتهاء، نازله السوق امتى، انت عارف مصدرها. فكره ان انت عارف مصدرها. اشوفك فيديو جديد. كان معاك حسام حسن اللي بيجرب الاماكن كعميل مش كفود بلوجر. وما تنساش تقول لي عايز المقارنه الجايه ايه. سلام.